دي طبعا من المنتجات المفيدة جدا اللي لازم تبقى معاك في البيت وفي العربية وفي أماكن كتيرة جدا. ده كل ده طبعا لزق حديد، بس ده لزق حديد شفاف، ده لزق شوية وأتقل في القوام. دي عبارة عن عجينة، لكن كل ده منتجات اللي هي لزق الحديد. دي طبعا بتكمل الأماكن الناقصة. لو عندك حاجة في السيراميك ناقصة، عندك جزء مثلا رجل ترابيزة ولا حاجة ناقصة أو حاجة فنية بتشكلها، ممكن تشكل بيها وتلزق في نفس الوقت في خلال ساعة. ده برضو عبارة عن حاجة زي العجينة كده لزجة بتلزق، مش ما تقدرش تشكلها، لكن بتلزق برضو الحديد، الشكمانات، المواسير، الكلام ده كله. دي برضو ممكن تلزق بيها السيراميك وحاجات كتيرة جدا. أول ما بيخلصوا من عندي لازم أجيب تاني في البيت وفي العربية. لازم يفضل معاك حاجة زي كده، هتنقذك في مواقف كتيرة جدا، وفعلا من المنتجات المفيدة. طبعا دول زي ما احنا شايفين ده كده لزق حديد، دول كل أنواع لزق الحديد. دي عجينة بتتعجن كده، بعد حوالي ساعة بتبدأ تنشف، تبدأ تشكلها براحتك. ده لزق شفاف. لو عندك حاجة مش عايز تبين اللزق فيها، برضو عبارة عن أنبوبتين، بضغطة واحدة من هنا بتبدأ إن هي تنزل سائل شفاف كده، وبتبقى قوية جدا. ده برضو اتنين بتعجنهم على بعض، ولما بتعجن دول بصوا زي ما انتم شايفين مكتوب عليها 4 مينت، في خلال 4 دقايق بتبقى قوية جدا. وطبعا دي حاجات بتنفعك في البيت أو في العربية، ولازم يبقوا دايما عندي في البيت وفي العربية. استخداماتهم كتيرة جدا ومن الحاجات المفيدة فعلا.